If I blink or look away, he will literally take my life. I will call the cops. The cops. No. Keep filming it. Filming. I want to get this okay. في أواخر التسعينات ظهرت تقارير غريبة عن سلسلة اختفاءات مرعبة بتحصل جوا مباني مهجورة. الناس كانت بتتكلم عن تمثال غريب مصنوع من الخرسانة وشكله مش مريح إطلاقا، بعينين سودة مجوفة وبقع حمراء حوالين رقبته وكأنها دم ناشف. كل اللي شافوه قالوا إنه واقف في نفس المكان، ولكن بطريقة غريبة بتحس إنه بيراقبك حتى لو هو ما بيتحركش. منظمة الSCB دخلت الموضوع وبدأت تجمع معلومات عن الكائن وأطلقت عليه اسم SCP-173 سكالبشر أو التمثال. بعد التحقيق لقيوا ان التمثال بيقدر يتحرك بسرعة لا يمكن للعقل البشري انه يتخيلها، وبيقدر يتحرك بالسرعة دي بمجرد ان عينك بس تغمض او ترمش. المنظمة جابته وقررت انه تحبسه في زنزانة خاصة فيها كاميرات مراقبة على مدار الساعة، عشان اي لحظة انت ما بتبصش فيها ممكن تكون الاخيرة. قواعد التعامل مع المخلوق الغريب ده واضحة، يعني زي انك ما ترمش وما تبصش بعيد عنه وخلي دايما عينك في عينه. في يوم من الايام حصل عطل في نظام الاضاءة جوا الزنزانة، وادوب بس الاوضة ضلمت لمدة ثواني معدودة، ولكنها كانت كافية للSCP-173. اصوات صراخ اخترقت جدران المنشأة، والجنود اللي كانوا بيحرسوا الغرفة اتقتلوا في ثواني، وكل جثة اكتشفوها من جثثهم كانت رقبة الجثة مكسورة بطريقة بشعة، كأن حد جه ولفها 180 درجة. ولما النور رجع الكائن كان واقف في زاوية الزنزانة ثابت تماما، ولكن الدم كان لسه عمال ينزل من ايده. وبعد الحادثة شددوا الاجراءات وركبوا نظام كهرباء احتياطي يمنع اي انقطاع للنور فجأة، واي شخص يدخل الزنزانة لازم يكون معاه فريق كامل علشان يضمنوا ان في حد دايما عينه عليه. ولكن حتى مع الحذر الكائن بيحسسك انك مجرد فريسة مستني اللحظة الغلط. رغم انه مصنوع من الخرسانة، لكن SCP-173 مش مجرد تمثال عادي. الابحاث اظهرت انه عنده ذكاء غير بشري، بيقدر انه يدرس ضحاياه من قبل ما يتحرك. المسافة اللي بيتحرك بيها خارقة، بيقدر انه يقطع مسافة 10 امتار في اقل جزء من الثانية، وده بيخلي نسبة هروبك منه مستحيلة لو بصرك اتشتت. والهجوم المفضل ليه هو كسر رقبة الضحية او خنقها، وكل ضربة منه بتكون قاتلة 100%. الاغرب من كده ان العلماء مش قادرين يحددوا مصدر حياته، مفيش قلب ومفيش دماغ، لكنه واعي تماما باللي حواليه. بعض النظريات بتقول انه كيان من بعد تاني حابس نفسه في شكل تمثال علشان يتخفى، ولكن السبب مجهول تماما. والاغرب ان الكائن ده بيسيب علامات غريبة على الحيطان لما بيتحرك، وكأنها رسائل مشفرة او تحذيرات محدش قادر يفهمها. في يوم من الأيام كان في فريق من العمال بينقلوا المعدات بقرب زنزانة SCP-173. بسبب خطأ بسيط اتفتح باب الزنزانة لمدة 3 ثواني، والثلاث ثواني دي كانت كافية ان الكائن يختفي من مكانه وتبدأ الكارثة. كاميرات المراقبة سجلت مشاهد سريعة جدا، زلال بتتحرك وأصوات صدمة وسقوط معدات. ولما قوات الطوارئ وصلت لقيوا 7 جثث كلهم بنفس الإصابة، رقاب ملوية ووشوش مليانة بالرعب. الكائن لوحده رجع زنزانته بعدها وكأنه بيستمتع باللعبة دي. نقول له يا حبيبي أرواح الناس مش لعبة والله ما. ومن يومها الجناح بيدا اللي حصلت فيه الحادثة اتقفل بالكامل، وأي صيانة بقيت تتعمل من خلال الروبوتات بدون وجود أي بشر. في ملفات سرية اتسربت من المنظمة، في إشارات إن SCP-173 مش الكائن الوحيد من نوعه. في تقارير عن نسخ تانية ظهرت في أماكن مختلفة في العالم، بعض النسخ كانت أكبر وبعض النسخ كانت ألوانها مختلفة، ولكن كلها بنفس القدرة القاتلة. وده بيطرح سؤال مخيف: هل SCP-173 بداية الغزو أكبر؟
في شهادات من موظفين سابقين بيقولوا انهم شافوا التمثال بيتحرك حتى في وجود الكاميرات، وكأن الكائن اكتشف طريقة يتغلب بيها عن القوانين اللي بتحكم. ولو الكلام ده كله صح يبقى فكرة احتجازه للأبد مستحيلة. لحد يومك ده SCP 173 لسه محبوس، ولكن الكل عارف ان ده مؤقت. المنظمة بترفض تعترف بضعفها قدام، لكن عدد الحوادث بيزيد وكل مرة بيكون الكائن اسرع واذكى. في احساس عام جوا المنشأة ان يوم الهروب الكامل قرب، وانه لما يخرج مش هيكون في مكان امن لاي حد. الموضوع مش بس عن تمثال، ده عن فكرة ان الخطر ممكن يكون ثابت قدامك ساكت لحد ما تغمض عينك. فلو في يوم من الايام لا قدر الله لقيت تمثال غريب بعينين فاضية، افتكر القاعدة الوحيدة: ما تغمضش عينك والا هتبقى اخر مرة هتفتح فيها عينك. طيب الحمد لله خلصت. الفيديو ده للمرة الثانية اتصور. المرة الأولى طلع فيه مشكلة وصورت ده في ستوري على الانستجرام، لو أنت مش متابعني روح تابعني. ماشي، يعني أنا دلوقتي أنا وشغال بمنتج في الفيديو في أمان الله. تمام، خلصت دقيقتين أو 3 دقايق إلا من الفيديو والدنيا زي الفل. فأنا بمنتج اكتشفت إن الفيديو آخره عندي هنا صورة بتفصل وبيفضل الصوت بس. يعني اقسم بالله حالة سبحان الله. لسه هعيد تصوير الفيديو تاني. يقول لك اليوتيوبرز مش بيتعبوا. علشان تعرف الحصريات اول باول. اقسم بالله انا حاليا بسيح بصور في الحر، درجة الحرارة 46. فلو ما اشتركتش وما نزلتش عملت لايك صراحة هيبقى في غلط في الموضوع. فانزل اشترك بالذوق وبالادب واعمل لايك واكتب كومنت وشير الفيديو بس ايه رايكم؟ بس انا وبشتغل فيديو صح. نسيت مشكوركم على الدعم في الفيديو اللي فات من حيث المشاهدات وكم كومنت حلوين. ومن الفيديو ده ورايح اللي هيكتب كومنت دلوقتي حالا والكومنت عجبني هحط كومنتاتكم كلها في الفيديو الجاي. وبس اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. بحبكم كلكم. أنت العسكريين. شمس سطعت والجو جميل هذا اليوم، وفراشات قد قالت هذا فصل الصيف، ورفيقاتي قلنا هيا للنزهة هيا. يلا سلام سلام.